ما تيجي احكي لك ازاي بنقدر نصمم قطعة المطبخ السفلى والعليا. هنفتح النسخة اللي بالمتر. اهم حاجة هنا هندوس على التي اللي هو الميجر عشان ناخد اجساد نقدر نشتغل عليها. احنا العرض بتاعنا هيبقى متر 20. تمام، ليه متر 20؟ عشان احنا هناخد كابنتين مع بعض، باكيتين مع بعض. تمام، طيب العمق بتاعنا 60 سنتي، ده عمق الكابنتين اللي تحت او قطعة المطبخ اللي تحت. طيب ده العمق بما فيه الضلف، لكن احنا من غير الضلف العمق اللي تحت 58 سنتي. دي ابعاد قطعة الخشب السفلية. تمام، ودي اللي هيتحط عليها كمان الجنبين. اهم حاجة في التي وانا شغال ان يكون في علامة البلس اللي هي ان انا دايس كنترول كده. يبقى المقاس 58 دي الطبلية اللي تحت السفلية، ودي 60 سنتي ده قطعة المطبخ السفلية. هندوس على ار اللي هو ريكتانجل. تمام، لما ندوس على ار عشان نعمل ريكتانجل هندوس دبل كليك، وبعد كده ميك جروب، نفتح الجروب ودبل كليك عليها تاني وميك جروب برضو. اوكي تمام، دبل كليك عليها وبالبي اللي هو البوش، ونتأكد ان في علامة البلس، ونعمل ارتفاع 0.018 اللي هو سمك اللوح الكونتر او اللوح الام دي اف اللي هنشغل بيه الكلام ده. هندوس على المسطرة عشان خاطر نطلع بره. تمام، دبل كليك في الهواء بره، دبل كليك على الجروب الاولاني نفتحه تاني. تمام، احنا مطلوب مننا ايه؟ هنعمل بالتي ونعمل 0.018 وده سمك الجنب اليمين. تمام، بالريكتانجل ار، ونعمل السمك بتاع الجنب بي، واتاكد ان علامه البلس موجوده، ان انا داس على كنترول. تمام، واطلع ارتفاع 0.77 اللي هو 77 سنتي. ده ارتفاع الجنب جوه الكابينه، جوه قطعه المطبخ. تمام، هناخد بالكوبي اللي هو هدوس على ام واتاكد ان انا دوست كنترول، واخد جنب انقله كوبي منه اليمه التانيه. تمام، هيبقى عندنا دلوقتي ان انا ارفع القطعه السفليه اطلعها للنص. تمام، واتاكد انها مش كومبوننت، او حتى لو معموله كومبوننت هي معموله يونيك. هنعمل بقى الطبليه اللي فوق، ودي مش بتبقى كامله، دي بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن سدابتين عرض 5 سنتي في الطول ما بين الجنبين، لان دي انا مش بحمل عليها حاجه، بيتحط عليها بعد كده من فوق قطعه الرخام، فانا مش محتاج انها تكون مساحه كبيره. ديليت وانزل دي، اتاكد ان هي واصله. تمام، ودي كمان واصله. تمام كده، يبقى دول سدابتين السكنس بتاعهم 18 مللي. تمام، حلو خالص. اجي بقى الجزء الامامي بيبقى فيه ضلفتين. احنا اتفقنا ان احنا عاملين كابينه ضلفتين. هندوس على الار بعد ما نعمل بالدايمنشن. حابب ان انتوا تبقوا متاكدين من كل مقاس احنا شغالين عليه. ده 79 سنتي. تمام، دي المقاسات الستاندرد. تمام، دايما المقاسات الستاندرد فيها 5 سنتي رايح جاي. تمام، او سماحيه. تمام، هاخد بقى بالريكتانجل عشان اعمل الضلف اللي قدام، ادوس على الار او استخدم الريكتانجل الموجوده. تمام، دبل كليك يمين، ميك جروب دايما افضل من الكومبوننت في حاجات معينه، وفي حاجات تانية هبقول لكم عليها مع الوقت اللي ازاي نستخدم الكومبوننت وازاي نستفيد منه. دبل كليك وبي، واتاكد ان البلس موجوده. كده عملنا الضلفتين ملزوقين في بعض. تعالوا اوريكم ازاي نعمل رياليتي للشغل بتاعنا. اول حاجه احنا المفروض ناخد للنص بالتي، وناخد اوفست من يمين وشمال بالتي برضو، ملي يمين وملي شمال 0.001. ليه بقى؟ عشان يبقى فيه واقعية. هنشرحها مع بعض وبعدين ازاي بنستخدمها. اخد اللي هو البنسل واعمل الخطين دول. تمام، حلو خالص. بي وبلس وارجع لورا، بي وبلس وارجع لورا. اتاكد لو البلس مش موجوده ان انا ادوس على تي، دوس على الكنترول دوسه واحده، ايريز بالاي، وامسح كل خطوط العمل دي. عملت ايه؟ عملت فراغ عرضه 2 مللي. ده مش موجود في الحقيقه، ان كان نص مللي بيبقى بكتير وده في الواقع، لكن انا لما بعمله كده لما اجي ارندر الاقي هنا في سواد او في فراغ او في ظل، يبين الرياليتي ان في ضلفتين مش ضلفه واحده. لكن لو انا عملتهم الاثنين لازقين في بعض في الغالب او في الاخر هيطلع
الاتنين لون واحد. انا هخش على 3 دي وور هاوس عشان نختار رجل للكابينه بتاعتي او للمطبخ بتاعي. ايه لازمته؟ ان انا امنع وجود ميه او تعرض للمطبخ ده مع الميه مباشره بتاعه المطبخ، بتاعه المسح، بتاعه حاجه وقعت، يبقى انا حافظت على قطعه المطبخ السفلي. الرجل دي بيبقى ارتفاعها كام؟ ارتفاعها 10 سم. طبعا 10 سم يبقى احنا بنتكلم من 5 ل 10، طبعا 11 سم مفيش مشكله. احنا بنتكلم في سماحيات نقدر نتعامل بيها. برضو من اهميه الرجول اللي احنا بنستخدمها جاهزه ان فيها سماحيه للرفع والنزول. لو الارضيه فيها ميول، لو تشطيب الرخام مش افضل حاجه، تشطيب السيراميك مش افضل حاجه، يبقى انا ضمنت ان انا عليت ونزلت عليت ونزلت في كل المطبخ، بحيث ان اديت ميزان لقطعه المطبخ في الاخر من فوق من غير ما ياثر عليا الارضيه. طبعا في ناس بتشتغل بطرق تانية، ونقفل الحته دي رخام، نقفل الحته دي المونتيل، لان هي افضل حاجه الرجول. وحتى لو بعد كده حطينا قدام الرجل قطعه رخام نبقى ما فيهاش. الرجل قدامنا اهي والابعاد بتاعتها اهي، دي في الغالب ده معظم الرجول دي مقاساتها تمام، مقاسات الستاندرد او شبه الستاندرد. في حاجات مختلفه، في رجول السلس، في رجول مش عارف، يعني افكار كتيره. احنا دلوقتي عشان نحط الرجل في مكانها المظبوط انا بعمل تركايه اتمنى انها تعجب. هنروح اول حاجه على الكاميرا ونخليها بارلل بدل برسبكتيف، ونخلي الستاندر فيو يبقى فرونت. كده بقى الشغل بتاعي او المنظر بتاعي 2 دي على طول تمام. فانا دلوقتي هعمل ايه؟ هاخد الرجل دي وانزلها في المستوى اللي تحت الزيرو، لان انا بدات رسم من الزيرو. طبعا بدات رسم من الزيرو، ده مش طبيعي، ده مش منطقي. احنا في الاخر ده كله ده هيبقى جروب ونقدر نطلعه فوق الارضيه اللي احنا هنشتغل عليها. لكن مبدئيا هناخد الرجل دي ونقوم حاطينها تحت مستوى الزيرو عند الكابينه تمام. حطيت الرجل تقريبا عند تحت الكابينه، هناخد من كاميرا والستاندر فيو ونخليها بوتوم. ليه بوتوم؟ عشان اشوف الارضيه، اشوف بطن الكابينه واقدر اشتغل عليه او قطعه المطبخ تمام. تقريبا بتبقى 5 سم في 5 سم دخول، او 10 سم في 10 سم تمام. يعني هاخد من تحت 5 سم ومن اليمين اخد نفس ال5 او 10 سم، بحيث ان انا اكون محمل على الرجل باقصى ما يمكن لما بدخل ال10 سم، بحيث ان القدم البني ادم او الانسان اللي هيشتغل على المطبخ ما تخبطش في الرجل دي، بالعكس يبقى قدامه براح، فيبقى احنا كده حافظنا على عمر الرجل اطول فتره ممكن. هرسم تي في النص وتي كمان، وفي النص تي اللي هو ميجر تمام. وبعد كده بالروتيت اقدر اخد ميرور. اهم حاجه اتاكد ان البلس موجوده، يعني انا دايس على الكنترول عشان خاطر اعمل كوبي، بحيث ان انا ما انقلش. انا مش بنقل الرجل، لا انا بعمل لها كوبي في الاربع اتجاهات. عايزكم تقولوا لي في التعليقات ان كان شرح طويل شويه، فما عنديش مشكله نصغره سريع نبطئه، نتفق مع بعض بحيث ان احنا نعمل فيديوهات تكون افكتيف اكتر معاكم. بعد كده هغير الكاميرا، ارجعها برسبكتيف تاني عشان اقدر اشوف بعناية تاني تمام. ادي كده الرجول اتحطت. كده الارتفاع 79 سم و10 سم، يعني معايا 89 سم تقريبا تمام. هنعمل الخلفية تمام، ودي عبارة عن ايه؟ عبارة عن لوح خشب برضو او قطعة خشب برضو. هناخد بالار ونجيب من اوله لاخره، دبل كليك، كليك يمين جروب، احنا اتفقنا وتعودنا وهنحفظ ونعيد ونزيد تاني لغايه ما تثبت. دبل كليك بي واتاكد علامه البلس 0.018، ولازم نكون حافظين الرقم ده. الرقم ده هو تخانه لوح الكونتر او لوح الام دي اف اللي انا شغال بيه، ده رقم ما بيتنسيش. ممكن ينزل 0.017 17 مللي، ودي وارده جدا تمام. فاضل اخر حاجه الرخامه. هنرسم الرخامه مع بعض بالريكتانجل تمام. وهتاخد الرخامه من اخر نقطه لاول نقطه هنا تمام، ودبل كليك ونطلع من الجروب ونطلع بالبي تمام. متاكد علامه البلس ده 2 سم. دخلت الرخام 2 سم او اكتر على حسب احنا متفقين على ايه مع العميل. في الغالب هو 2 سم ده اللي هو ال 20 مللي اللي محفوظه في السوق بتاعنا. في اكتر، في 3 سم، في 4 سم،
حسب الطلب، بس بيبقى صعب انه يتحط كرخامة مطبخ. الغالب بنجيب 2 سنتي، وفي تريكات في الرخام هنتكلم عليها بالتدريج مع بعض. تمام، هحط لك هنا بس الماتيريال عشان تبقى مفرق ما بين القطع. استناني في الفيديو التاني اللي احنا هنتكلم فيه عن قطعة المطبخ العلوية، واستنوني لانه خبرات كتير قوي هنقولها في الانتيريور ديزاين. اشكركم.